تعرض للكثير من الانتقادات والتنمر. والله الجمهور العراقي طيب جدا. انا مثلا عندي تجربه معه، لما يكون فرحان يقول لي افضل مراسل، ولما يكون زعلان عوفنا يا الدم، خالد اليوم كنا في الملعب فنزلنا صوره هو قال لي شو يعني التطوع؟ والله انا شكلك يعني قال لي شو يعني التطوع؟ قلت له يعني وجه الشوق لانه هم بيتشابهوا من اي شيء. فدخلت غرفه ملابس خلاص خسرنا اليوم فازوا اوه لازم ترجع اليوم رجعنا ما شاء الله وجه الخير. لهذا الجمهور العراقي طيب جدا، وانا عارف انه اي اشرف انت الجمهور العراقي يحبك. والله انا احب الشمال من الجنوب والله وانا احب. انا بس على بكره، احنا بكره في ظفار عندهم مشهورين بالنمر. فبكره ممكن نسمع اغنيه العمانيين في ظفار عندهم النمر. مشهور ظفار مدينه ظفار. ممكن بكره نسمع يعني جوعان النمر جيبوا له قرطاس. انا شغال عليه اسمع لان ما عندهم الا اثنين لاعبين منتخب ظفار، الباقي كله من مسقط. ما له خص بكره النمر. شوف النمر العربي موجود في ظفار، هاي معروف. فبكره بيعطونك اياها. انا كنت بقول لكم شيء. اليوم في واحد سرق الاضواء في مدرجات العراق وكان متفاعل بشكل عجيب وغريب. طبعا احنا اخذنا الفيديو هذا من حساب الناشط السعودي خالد العليان. التيشيرت اللي عليه لوس انجلوس ليكرز مال الام بي اي باسكت بول والتشجيع يعني لو شفتوا حماسه وطريقته. كان جنبك استاذ خالد هو كان يعني جوايد هيك بمسافه قريب عليه زين وصوته ما شاء الله عالي يعني طاقه رهيبه فواحد صديقي جنبي قال له بشرفك بس انت من وين؟ من يا عمان. بس قال لنا من يا عمان انت ويانا ضدنا يعني حماس عنده مو طبيعي. هذا يعني اقوى من جمهور العراق. ما عرفتوا متى من وين كذا لان هو يبيع من افريقيا. والله ما اعرف. هسه بسوق واقف نعرف. هسه واحد سوق واقف. هذا ابو جاسم 100% نيجيري بدا يروح كاس افريقيا يا كاس اسيا ضيع. فقال الاوائل يلبسون بس نيجيريا ابيض واصفر وياهم صف. بس شوف انت لاحظتوا تيشيرت امريكي ليكرز اهم شيء، التشجيع افريقي والمنتخب عربي. ميكس حلو يعني كان. خلونا شوي نطلع بنتكلم على مباريات اليوم، لكن بعد عندي مراسلين فباخذ جوله مع مراسليننا وبنتواصل معكم على طول. لا تروحون شباب جالسين لان بتكلم عن موضوع مهم معاكم. يا مرحبا وسهلا فيكم. طبعا اليوم متواجدين في الصاله الداخليه لملعب الغرافه، نشهد على مباراه مختلطه بين الاعلاميين وبين اللعيبه السابقين. يا مرحبا فيك يا يونس، كابتن يونس محمود. حبيبي شلونك؟ عطنا اجواء المباراه شلونها؟ اجواء حماسيه، مباراه على مستوى عالي، ممكن اذا اشبهها احسن من مباراه نصف النهائي بكاس اسيا لهالدرجه؟ بالغ فيها. بس قول لي الحين الفريق شو وضع الفريق؟ خسران فايز متعادل؟ لا تعادلنا والله. زين دخلنا شنو هم ضاغطين عليك شوي كابتن؟ والله ضغط علينا يابا الجماعه على نيوف لحد الان دا يلعب. اي وهذا ناصر عبالك بالسعوديه كابتن ناصر شو الوضع كابتن ناصر؟ الوضع ساخن. شوف
كأنك داخل ابطال اسيا، ها كأنك في دوري ابطال اسيا. والله شوف اليوم راح نفوز. انت تقول ابو علم ما يفيدني، والله عدنان ده رجال ما يفيدك. لا لا ابو علم ها كابتن ليه؟ في الوضع كابتن عطنا ترتيب في الوضع الفريق. مو بعجبك اي لا متعادلين زين. خش مباراة. صح ولا لا؟ صح ايه ولا لا؟ يقول دائما يحكي وياي، يقول لي يونس يقول صح ولا لا؟ اقول صح كل شيء ماكو. كابتن يونس، طبعا انت قاعد تشوف انت مباراة العراق اليوم، يعني مباراة المنتخب العراقي سجل 3 اجوال، وكابتن ايمن حسين يعني سجل جولين، ولو شاهدت المباراة تحط شرط الكابتنية على راسه، وهذا يدلك على من اي سيناريو. طبعا هي كل السيناريوهات الحمد لله والشكر لحد الان جميله باتجاه بطوله كاس اسيا 2007 والتقاليد اللي ضد نفس الفريق. ضد نفس الفريق، وايضا يعني مجريات البطوله دا تصير، يعني قابلنا استراليا بالدور الثاني بالمجموعات، وايضا قابلنا اليابان وفزنا عليهم استراليا. ايضا ايمن كسر احد الارقام المهاجمين العراقيين، اكثر مهاجم سجل في اسيا 5 اهداف لحد الان، وان شاء الله يزيد الغله، وان شاء الله حتى يعبرني، اتمنى هذا الشيء. ان شاء الله الاجواء كلها رايحه. الجماعه في المجلس مشتاقين لك، يقول لك ليث نوري قاعد يسرح يمرح على راحته في المجلس بدونك. منو؟ الجماعه في المجلس. منو بيوم؟ يقول لي حدد لي واحد اليوم. شو تقول لهم؟ منو؟ يقول تعرفون وين؟ ذاك كتلمة نوبري. قهرماني. الله اكبر الله اكبر. كابتن علي الرحيمه، يعني اليوم احنا نعيش اجواء حلوه للامانه، خاصه العراقيين، وانت اليوم موجود في مباراه جميله جدا ترجعك لايام 2007 وقبل ايام 2007. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الاخوان اللاعبين الصراحه على هاي المبادره الجميله، صار لنا فتره طويله ما متواجدين وما متشاوفين. اليوم هاي الفرحه كبيره الصراحه، شهادة عن اخواني زملائي في السابق مع المنتخبات الوطنيه، اذا كان المنتخب العراقي، منتخب قطر، المنتخب الاماراتي، كل المنتخبات الخليجيه. اتمنى ان شاء الله دائما هاي تتكرر، واكيد ان شاء الله اتمنى الفوز ان شاء الله المنتخبنا الوطني. قول لي عطنا يا الرواس. شو تقول له؟ توقعاتك. الله بالخير. خل اقول لك اياها من الاخر، توقعاتك كلها على راسي، انت نمبر 1 ما لك دخل. زين قول لي خط الدفاع عاجبك لو مو عاجبك خط الدفاع اليوم؟ اي الله بالخير يا كابتن ليث اليوم بالدفاع. ايه كابتن ليث شلون؟ لا انا مو سعود شكلك انت. لا فرصه حق الشباب. تحياتنا. اسمع انا متحدي اركان نجيب تعال، والحين متقدمين عليهم 1-0. ضحكة الخوض. لا كم نتيجه؟ انا غالبه سابق مغالبه. بس احنا نتكلم عن الحين. لا اول شيء مباراه حلوه، طلعنا شويه من اجواء البطوله، صار فتره طويله، وانا وسعود صار لنا اسبوع نمهد لهالمباراه، في ناس تحليل عندكم بالمجلس وناس في قنوات. تصريحات اخيرا انجمعنا، وخلي الجمهور يتابع السنابات ويشوف التصريحات. عمان فزنا عليك. بعمان الحين شوفون ايش بيصير الحين، في رومنتادا ولا لا؟ اكيد، يعني فرق هدف واحد سهل على المنتخب العراقي، تعرف احنا اليوم مرتين حاول المنتخب الفيتنامي ورجعنا، وان شاء الله اليوم هم نرجع. يا سلام يا مرحبا كابتن طلال. الدفاع جميل. الدفاع شلون مع الدفاع؟ شوف جايب فيك دفاع يوم علي يقول لي انا العب خشاش للخلف، يوم اركان نجيب دمروني والله العظيم. والله يفكرون بالهجوم ما يفكرون بالدفاع يا اخي. 4 اماكن كلها سبب مدافعين. شفت المباراة؟ اي شفتها. اعطينا حق الضمور صراحه. لا تابعني خلي يصوروني وشوف اللقطات. شو تقول لهم حق المتابعين؟ المتابعين تابعونا، هذول نجوم 2007، وان شاء الله الحين هاي السنه العراق ياخذ كاس اسيا ان شاء الله. كابتن ناصر تفضل. كابتن ناصر على السريع. كابتن جميل. كابتن جميل يقول انه راح يرجع سيناريو 2007 حق العراق ضد منتخب السعوديه. عندك يا خالد عم خذ ناخذ صوره. يلا عندهم. اترككم الحين مع صوره جماعيه للاعباتنا ومحللين في قناه المجلس، في برنامج المجلس. طبعا متوسط تغطيتنا